وزوجه وأسره وأتباعه مريته مريدات ومريداته محبه محباته وإلينا أجمعين كما إلى سائر الأولياء اتساتلاتنا بلقتنا في بلداتنا إليسا وأسئلة أولياء إفراد والجام وعلمة المستعيدين وحمد القرآن العظيم والقرآن المخلصين وعلمة المحادثين المفسرين والجداتين الصوفيات المحققين جمع لتلور كمعتبراتين فقهاء والمعرفين بالأمور الشعر أنا مكانه ونقول ما يصدقنا شهد والصالحين ونعفنا بالله ونقربين إلى الله وجمع مساكين مساهيم لمن سنفسهم بالخير وجميع أبائنا وأمهاتنا وأسرنا وفرئنا وأزواجنا وسارنا وأخواننا ومن أماتنا وخالاتنا وقرب وخامنا وخواشينا وأتباعنا وجماعتنا وجميع من أحسن علينا تلك الحقوق علينا حقوق الواجبة علينا ولا خدرنا في مجلسنا هذا ورحم غنينا نسم الأرواح كافة المسلمين والمسلمات من المؤمنات خاصة عامهم من سرقات مقربها أمين جميعا عيسى من كوف الله درجات من الجنة يفنى بهم بهم ويموتنا بأسرارهم وأنوار وعيد علينا من مكرتهم ويغفر لنا ولهم يغفر بهم يغفر المدفن وعافية العمد وسات مغنات وبركات من الله يرزقنا رزق ببركاتهم رزق الأسباب والخير غير من المشقة والعطائر ولا ناسب ولا تبعه من الله يندبنا وينفذنا فهم بجاههم عند الله وفي دين وتنوى آخرة وإن الله يشفينا من جميع من أمراض وسقام شفاء عاجلا على الحاسة على ساعة شفاء لا كتبت وسقامة وإن الله يبلغنا في جرة الحرمين يأتي فرطتين سوكين إن الله يجعلنا وأهل بيتنا واتباعنا جماعتنا مؤمنا مسلمين محسنين مطمئنين مستقيمين على الطاعات والمعاصي والمخالفات إن الله مسرور لنا تم الحق والهدى وإن الله يلطف بنا بهم فيما جرت به المقادير إن الله يقضي بحاجتنا فإن الله يقضي حاجتنا ويسر لنا ولهم أمرتنا في الآخرة يهبن عليهم سكرة الموت ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا الغاسي بهذه المغنى كبرت عنه سيؤلي الله لنا ولهم لهن الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasat fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnatin nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يصده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ونحيط بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله 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 سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبوة إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Niki bengi Lailatul Nama bengi kadah kenikmatan mengki do nyate do apa maneh pokoke bengi enak-enakan mila saniki sing maca Cah Putra kalih awal, Cah Putri 1 akhir disingkat monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamil syari'ati wa khalisid din wa ala jidari sanadihi bibahiril khariq wa ayyadahu bikumadil ashabil muhtadin wa khassa man syaa'a min atba'i millatihi birruqi ila awjil ma'arif wal haqa'iq wa afada alaihim min buhuril mawahibil laduniyatu turafal lataif wa syawariqar raqa'iq فأسبهوا هداة الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى من سبل الإرشاد على الصراط المستقيم وآل الله عليه وعليهم زاكي الصلوات والتسليم ووفقنا للاهتداء وهداهم والاقتداء بآثارهم والاقتباس من مشكد أنوارهم في حندس الجهل البهيم ما عطرت مناقبهم معاتز الأسماع الواعية وتليت أي فضائلهم فكانت إلى النهوض إلى الله داعية. أما بعد فيقول المفتكر إلى فضل الكريم المهدي جعفر بن عسان بن عبد الكريم البرجندي هذه نبذة من أهوال القطب الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء السالكين الناحلين من بحر الحقيقة والغارفين السيد الشريف والسند الغضريف الحسيب النسيب ذي المقام الأعلى والنادي الرحيم شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه بلغه الله تعالى بنفس القوي الحفي جنة القرب والأمان وعند نظمته من فرائد عمله وقوله لتتشنف بضرار أسماء الحاضرين عند عمل مهمه وحوله انتخبته من كلام بعض أرباب الطريقة ومن له في حضرة الشيخ عقيدة محكمة ومحبة وثيقة كالشيخ عبد الوهاب الشعراني الذي لاح له الفلاح وشراج دمشقي صاحب بكتاب نتاج الأرواح رغبة في نثر أهوال القمل وبث مناقب الأخيار واستغزالا لصيم الرحمات البركات الغزار إذ بذكرهم تفتح أبواب السماوات العلية وتنهل من حضيرة القدس صوب الفيوضات الإلهية وفصلته بوسائل من لآل الترضي عنه تعطل بالإمداد بأسراره فليجهر بذكر الحاضرون عند بلوغ القارئ إليها في أحباره وسميته باللجين الداني في ذكر نبذة من مناقب القطب الرباني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه فأقول هو الشيخ الكامل والجهبذ الواصل ذو المقامات العلية الشريفة
والأقدام الراسخة وتمكن التام والأحوال المنيفة والكمالات الشامخة القطب الرباني والنور الساطع البرهاني والهيكل الصمداني والغوث النوراني وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ابن أبي صالح موسى جاك دوست وكيل جاك دوست ابن عبد الله يحيى الزاهد ابن محمد ابن داود ابن موسى الثاني ابن عبد الله الثاني ابن موسى الجوني ابن عبد الله المهدي ابن الحسن المثنى ابن حسن سبت ابن علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول كان عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا جمع لمعة منعت ملائكة السماء سجودا يا ربنا ارضى عنه وارحمنا به واغلل من العمر العسير عقودا نسب كتاب الله أو فحجة من ذا يروم جعودا يا ربنا بالهيكل النوراني الباجي عبد القادر الجيلاني وسلك بنا نهج الهداية ومنا من شر كل معاند أوجاني بأبيه عبد الله فرج كربنا وقضي عوائج عبدك الويلاني وبجاك دستي يا إلهي أغنني بار المحبة فاني بالكتب عبد الله داوي علتي وبيحيى القلب بالعرفان وبمحمد وأبي داود اكسني ثوب البهاء والود في الأزمان وأبي عبد الله أصلح شأننا ولديننا فاغفر من النقصان والطف بنا كل ما قدرته بالجود مسجد بخير جناني والمعد عبد الله الإحسان ما ثم كسني بمعاني بالأنوار الحسن المذنى نويرا عقلي ولا تتركني للأكوان وأبيه أو ولكل قطب باهني سبت النبي المصطفى
عدنان حسن الزكي ابن الإمام المرتضى حامل وقيس الندى الثاني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني اللهم اشر نفعات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار الذي بسم الله الرحمن الرحيم. ولد رضي الله عنه بجيلان وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان في سنة 71 و400. وكان في طفوليته يمتنع من الرضاعة في نهار رمضان عناية من الله تعالى به. ولما ذرع وسار إلى طلب العلوم وقصد كل بفضال عليم ومد يده إلى الفضائل فكان أسرع من خطو الظليم. واتفقها بأبي الوفاء علي بن عقيل وأبي الخطاب كالوزان محفوظ بن أحمد الجليل وأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى وغيرهم ممن تنس لديه عرائس العلوم وتجلى. وقرأ الأدب على بزكريا يحيى بن علي دبريزي واقتبس منه أي اقتباس وخدع علم الطريقة عن العارف بالله الشيخ أبي الخير حمد بن مسلم الدباس. ولبس بيد القاضي بسعيد بن مبارك الهرقة شريفة صوفية وتأدب بآدابه الوفية ولم يزل ملحوظا بالعناية الربانية عارجا في معارج الكمالة بهمته الأبية آخذا نفسه بالجد مشمرا عن سعيد الاجتهاد نابذا للمألوف الإسعاف والإسعاد حتى أنه مكث 25 سنة سائرا في صحراء العراق وخراباته لا يعرف الناس ولا يعرفون فيعدلونه عن أمره ويصرفونه. وقاس في بداية أمره الأخبار فما درك هولا إلا ركب وكفر منه القفار. وكان لباسه جبة صوف وعلى رأسه خريقة يمسي حافي في شوق والوعر لعدم الوجدان نعل يمشي فيها. ويكتات ثمر أشجار وقممة البقل ترمى وورق الحشيش من شاطئ النهر ولا ينام خالما ولا يشرب الماء وبقي مدة لم يأكل فيها طعاما. فلقيه إنسان فأعطاه صرة دراهم إكراما فأخذ ببعضها خبزا سميدا وخبيصا وجلس ليأكل وإذا برقعة مكتوب فيها إنما جعلت الشهوات لضعفاء عبادي ليستعينوا بها على الطاعات. وأما الأقوياء فما لكم الشهوات فترك الأكل وأخذ المنديل وترك ما كان فيه وتوجه في القبلة وصلى ركعتين وانصرف وفهم أنه محفوظ ومعتنى به وعرف. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه
وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه يقول وهو من باب التحدث بالنعمة لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ما مر مسلم على باب مدرستي إلا خفف الله عنه عذاب يوم القيامة وأخبر أن الشخص يسجد في قبره فمضى إليه وقال إن هذا زارني مرة ولا بد أن يرحمه الله تعالى فلم يسمع له بعد ذلك صراخ. وقال رضي الله عنه أسر حسين الحلاج عثرة فلم يكن في زمنه من يأخذ بيدي ولو كنت في زمنه لأخذ بيدي وأنا لكل من عسر مركوبه من جميع أصحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة أخذ بيده كل ما عسر حيا وميتا فإن فرسي مسرج ورمحي منصوب وسيفي مشهور وقوسي موتور لحفظ مريدي وهو غافل. وقال رضي الله عنه أن نار الله الموقدة أن سلاب الأهوال أنا بحر بلا ساحل أنا المحفوظ أنا الملحوظ يا سوام يا قوام يا أهل الجبال دكت جبالكم يا أهل الصوامع هدم صوامعكم أقبلوا إلى أمر من أمور الله يا رجال يا أبطال يا أطفال هلموا إلي وخذوا عن البحر الذي لا ساحل له يا عزيز أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض يقال لي بين الليل والنهار 70 مرة وأنا اخترتك لنفسي ويقال لي أيضا 70 مرة ولتصنع على عيني وعزة ربي إن سعداء والأشقياء يردون علي وموقفون لدي وإن نور عيني في لوح المحفوظ مقيم أنا غائس في بحر علم القديم أنا حجة الله عليكم يوم الأرض أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه يقال يا عبد القادر رضي الله عنه تكلم يسمع منك قال الشيخ عبد القادر الجلي الله عنه والله ما شربت حتى قيل لي يا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه بحق عليك اشرب وما أكلت حتى قيل لي بحق عليك كل وأماتك من الردى تجيء سنة تسلم علي وتخبرني بما يجري فيها وكذا الشهر وكذا الأسبوع وكذا اليوم وقال مرة على الكرسي إذا سألتم الله تعالى فاسألوه بي. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أرواح جميع كمن هي من أنبياء والمرسلين ولكل مسمي كلين وأبي كلين إلى أرواح الأولياء المتصرفين في الخصوص القرطتي سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسائر الأولياء والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين وجميع سكر مسيحهم وبين أمتنا وإخوان المسلمين المسلمات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah natasur bika natasur ika biwalikal ghas ya Syekh As-Sakalain ya Qutbur Rabbani ya Ghusus Madani ya Muhyiddin Abu Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir radhiyallahu an inna natasur bika ila rabbika biqadri hajatina wa hiya antu yasirulana ya Anturan Allah ya Alaihi muratim mahat wal madrasah bil manfaat masqad baraka misal Inna Allah ala kulli syai'in qadir Allahumma fasihhu fina syafatan tunjina biha min jamil ahwali wafat wa taqtuna biha jamil hajat wa takfiyana biha jami'al muhimmat wa tarfuna biha ala darajat wa tarfu biha anna jamil faliyat
وتدخل بها جميع المشكلات وتزيل بها جميع التآفات وتصفينا بها من جميع أسقال والدناءات وتصل بها الأرزاق الطيبات وتخزلنا بها العاقبة والختيمة إنك على كل شيء قدير وإجابة كل دعاء جدير. وكان رضي الله عنه أسمر اللون مكرون الحاجبين عريض اللحيين طويلها عريض الصدر نحيف البدن ربع القامة جوهري الصوت بهي صوت سريعا دمعة شديد الخشية كثير الهيبة مجاب الدعوة كريم الأخلاق طيب الأعراق أبعد الناس عن الفحش وأقربهم إلى الحق شديد البأس إذا انتهك محارم الله عز وجل لا يغضب لنفسه ولا ينصر لغير ربي ولا يرد سائلا ولو بأحد ثوبيه وكان التوفيق الرائدة والتأييد معارضة والعلم مهندبا والقرب مؤيدا والمحاضرة كنزة والمعرفة هرزة والخطاب مسيرة والعهد سفيرة والأنس نديمة والبسط نسيمة والصدق رأيته والفتح بضاعته والعلم ضيعته والذكر سميره والمكاشفة غذاءه والمشاهدة شفاءه وآداب الشريعة الظاهرة وأوصاف الحقيقة سرائر قدمه التفيد والموافقة مع التبري من الحول والقوة وطريقه تجريد التوحيد وتوحيد التفريد مع الحضور في موقف العبودية بشر قائم في موقف العبدية لا بشيء ولا لشيء وكانت عبوديته مستمدة من مهد كمال الربوبية فهو عبد سمع مصاحبة التفرقة إلى مرافقة الجمع مع لزوم أحكام الشريعة وفضائله رضي الله عنه كثيرا وأهواله أظهر من شمس ظهيرا وكانت وافته دامت علينا بركاته في اليوم 11 من شهر ربيع سنة 61 و500 وعمره 91 سنة ودفن ببغداد وقبره ظاهر يزار ويقصد من سائر الأقطار رضي الله عنه ونفعنا به أجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسالك نام هتيب القنوات في عاد في العصر تمتنا بتب أنفاسهم وتنلا من ثمار كراساتهم يا أيها الأرواح المقدسة يا ختم القطب يا أكتوب يا أنجاب يا أوتات يا أبطال يا مقبا مجابا يا أهل الغد وأهل السلامة وأهل السلامة وأهل العلم يا أهل البث يا أهل الجنان والعافية يا أهل الديفان يا سوس الجامع يا أهل النفس يا أهل الغب منك والشهادة يا أهل القوة والعصم يا أهل الهبة والجلال يا أهل الفتح يا أهل معية الأولى يا أهل نفسي يا أهل إمداد يا سلسلة الجرس يا قد رقائك يا قد بركات رفرف بني شقة العرش يا أهل الكنب بالله يا كتب الخشية يا هنا يا أهل البتلاء يا أهل الجاتي يا مريمة يا فقراء يا صوفيا يا بتو يا زهاد يا رجل الماء يا أفراد يا أمانا يا كرو يا أحباب يا تلا يا مسعد وسلام يا سمارا يا ورثة الظالمين والمتصل يسبق بالخيرات أيها الأرواح الطاهرات
min rijali ghabi syahadah kunu lana onan alana sakit rabat tasiril muradat wa nahadil azamat wa ta'minir ra'at wa satil aurat wa qata'ituyun wa qata'ituyun wa qata'ituyun wa tahqiqit tunun idaratil qujub laqayahib wa khudil khawatim wal waqib wa kashfil kurub wa ghufranid dunub ibadallah rijalallah aghithuna bi ahlillah wa kunu
كنا لأجل الله وكونوا عوننا لله حسن الله بفضل اللهم كما حضرتنا ختم كتابك الذي أعرف في شرائع أحكامك والذي أنزلت المفرق بين حلالك وحرامك ونتبتنا لتعرضي في الجسيم وحضرتنا على لسان وتيسة كتابك العليم فاجعلنا ممن تلين قلوبهم من سمع آياته يدلك بمثال أوامر منهيته واجعله نورا بين نسبه إلى القيامة وسلم النار إلى دار القوامة اللهم سل به علينا قرب السياق إذا من الرخيل واغتره من التراقي وتتمك الموت لقبض من هجوب الغيوب وقيل من راق إلى ربك يوم المساق وسرت عملك لك في عناق اللهم لا تولد إلى الأعناق أكفن تطرعت إليك وتمتع بسواتها عليك ركعت وسجدت بين يديك ولا تقيد بأنك الجحيم أقدام من سعد إليك برت من منازلها إلى مساجد طيبة في مناتيك اللهم أنت سمام أسمع تلذات في حلاوة تلاوة كتاب الكريم لا تسمي بالأنعين فأكد في لا يلي خوف من العليم اللهم صل وسلم على محمد شفيع رفع الذنوب وعلى آله وصحبه أتباع القلوب ولا أمتي لدنك استطاعهم لهم كل محجوب ونلتهم كل محبوب محبتنا فوق سارية وترد مجالس بأخبار أحيار زكاة المسكية اللهم في بركته ترحم يا الله أنت صلاة sama على حبيبنا محمد وأنت يسر لنا جميع أمورنا أمر الدين والآخرة خصوصا أمر إمارة والمدرسة بالمنفعة والمصلحة والبركة والسلامة اللهم بارك لنا يا الله أنت تعالى هذا المعهد مباركة وكثرة الطلاب المستقامة وأنت تعالى معهد مباركة مأمور بالطاعة ومأمور بالعبادة ومأمور بالتعليم والتعلم بالنتيجة kalau قدير إجابة كل جدير اللهم بارك لنا يا الله أنت تعالى وأهل بيتنا تلاميذنا وتلاميذنا أهل مدينة من الصالحين المصلحين ياهم من الراسك المسيطين ياهم من بدك الغنين الشاكرين ياهم من بدك الكاملين في إيمانهم ودينهم ودنياهم وأخراهم وأن تقضي جميع حوائجهم من حوائج الآخرة خصوصا أمر المهد والمدرسة بالمنفعة والمصلحة والبركة بسهلة بسهلة بالنجم بالتامة إنك القدير جبتك لدعاء جدير ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الآخرة إلا قضيتها يسرتها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقبل الله منكم. Segera cukup ini saja dulu.